بسم الله الرحمن الرحيم. السي عبد اللطيف، بصفتك رئيس جمعية فهمني، الخلفية اللي وزعتوا فيه ديك البلاغ، ممكن تسرد لنا التفاصيل والملف المطلبي ديالكم وعلاش تبنى؟ بالنسبة للبلاغ اللي تنوزعوه واللي تنفرقوه على الصحافة، على العالمين وعلى الفاعلين الجمعويين الغيورين على هذه الشريحة من المجتمع. لأن علاش جاء هذا بناء على واحد المجموعة ديال المراسلات في الموضوع ديالنا، لأن الموضوع ديالنا موضوع الساعة هو يعني ملف مطلبي، لأن احنا واحد الوقت لأن كان الظروف يعني والهذا غير بصراحة ما كتسمحش لنا، لأن أغلبية ديال الأخوان والأشخاص في وضعية إعاقة أو الأخوات أو الأمهات وأسر هذا غير يعني مؤطرين، وما ما تيستطيعوش أنهم هذا الظروف اللي تعيشوها، لأن التاريخ هذا، لأن التاريخ مارس علينا حنا كأشخاص في وضعية إعاقة واحد الممارسة كانت غير يعني غير مسؤولة، غير خلاقة بصراحة، لأن دائما ينظروا لنا بالنظرة ديال الإحسان. ولكن جا الوقت اللي أن حنا نطلبوا الحق ديالنا، لأن لنا حق في هذه الدولة، لأن مادام أننا حنا مادام اننا حنا كنخلصوا الضرائب، كنخلصوا يعني الحق ديالنا بحال الحقوق ديال جميع الناس المجتمع المغربي اللي تيأديه، حتى حنا لنا تنأديوه، ولكن حنا تنأديو الحق، ولكن الواجب ديالنا ما كاين شي واحد اللي يفكر انه يدفع معنا فيه، ماشي، لان انا تنامن بواحد الحاجه، هو الحق ما تتهداش لانه يدافع عنه، ولكن اللي تنحسوا به حنا تنحسوا به بالنسبه لنا، لان مع السلطات او مع المؤسسات العموميه يعني بحال انهم هما غير معنيين. وجاء الوقت اننا نديروا بلاغ، نديروا طلبات ديالنا للحق ديالنا، ودرنا واحد المجموعه ديال الطلبات للسلطات المعنيه للعماله، المصلحه ديال العماله، على اساس اننا تنطالبوا يعني بمقابله مع العامل، على اساس انه يناقش معنا الحق ديالنا، لان لنا حق مشروع كما جميع الحقوق. بحال مثلا حنا عندنا الحق في التشغيل، عندنا الحق في الامتيازات، لان علاش هاد الناس هادو ما يكونش ما يعطيهمش هاد السلطات المحليه امتيازات كما تعطي لواحد المجموعه ديال الناس، لان هما قادرين يديروا بزاف. قادر مثلا واحد يدير بيرمي يكون يدير شيفور، واحد يدير بيرمي ديال شيفور ديال الطياره، واحد يخدم في البناء، واحد. ولكن حنايا بالنسبه لهاد الشريحه هذه يعني كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي ما يقدرش اخر يخدم في البناء، ما يقدرش يدير واحد المجموعه ديال الحوايج اللي هي يمكن يديرها، ولكن كاينه شي حاجات اللي ما يقدرش يديرها، ولكن اللي اساسي. وكاين وحتى المتطلبات ديال الحياه يعني تتضاعف على واحد الانسان اللي هو ما عندوش اعاقه، لان المتطلبات ديالنا تتضاعف. لان مثلا بحال دابا مثلا الانسان الكفيف يعني يجب ان يكون معه رفيق، مثلا بحال واحد المعاق حركي يجب له ان يكون له مثلا عصي يعني عندك الاليات او الوسائل ديال باش تتحرك، بحال مثلا الشخص في اعاقه ذهنيه او لا عنده اعاقه متركبه، مثلا له احتياج، مثلا بحال واحد المجموعه ديال المعاقين يعني لهم اعاقه متركبه، لهم يعني احتياج كبير، لان مثلا الدواء كاين ليكوش كاين، وكتجبروا واحد العائله هي فقيره
واحد العائله هي فقيره اللي هي الدخل ديالها لا يتجاوز عن 20 درهم في اليوم، يعني وهي والمتطلبات ديال ديك الطفل المعاق المتطلبات ديالو راه خصو 100 درهم ولا 20,000 فرنك في النهار. ولكن السلطات المحليه ديالنا يعني غير اللي لاحظنا حنايا هاد واحد المده واحد اللي تنشتغلوا على هاد المقاربه ديال الحق يعني واحد 12 عام اللي مسنا بان يعني السلطات المحليه ديالنا يعني غير معنيه، ما تتسوق حتى شي واحد، لان كيديروا شي حاجه هي موسميه. هلا غير لا يكفي ان باش تطي واحد الخنشه د الطحين مثلا ويطرد الزيت يا عمي في السنه في رمضان، واش الانسان تياكلها في رمضان؟ وهذا عيب ان يعني ناخذوا بان بصح هاد الناس لان عندنا لان كاين بزاف الله الحمد لله في مدينه العرائش كاين البحر، كاين الفلاحه، كاين الماء، كاين المأذونيات، كاين المرافق العموميه مثلا، كاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي هي متوفره عند في الاقليم اللي يمكن انه الانسان كاين ادماج واحد المجموعه ديال الاخوان في التوظيف يعني، وكاين ويمكن لهم انهم يدمجوا في الوظيفه العموميه، ويمكن يدمجوا في الشركات يعني الخاصه والعامه، يعني كاين مؤسسات خاصه وكاين مؤسسات شبه خاصه شبه عامه عفوا. ولهذا ان يعني شنو اللي خصو يكون واللي يجب أن يكون هو أن غير خصو الإرادة والقناعة بهاد الناس هادو، إن لهم حاجيات، لهم حقوق، لهم كرامة. لأن إلا وصلنا حنا هاد المسؤولين ديالنا لهذا المستوى هذا، والجماعات المحلية ديالنا والجماعات القروية ديالنا وصلوا لهذا النيفو ديال أن لهم هاد الناس لهم علينا حقهم ولهم كرامة ولهم قدرة ولهم طاقة ولهم حقوق، راه ما يكونش عندنا إشكال في المدينة ديال العرائش أو في الإقليم ديال العرائش. سي عبد اللطيف، هنا كيتلاحظ بأن عندي واحد المجموعة ديال طلبات الاستقبال باش يستقبلكم السيد العامل، واش ما استقبلكم حتى خطرة شي جهة مسؤولة استقبلتكم؟ حتى شي جهة ما استقبلت لنا شي وجهنا طلبات ماشي غير وجهنا تذكير حتى شي جهه حتى شي رد. ويحزنني النفس ان يعني تتصيفط مراسله وما كاينش رد، ولو انه يجلس معك لأنه ولو يجلس معك أنه هو يجلس معك بدون أن يتحمل مسؤولية أو لا يدير معك يعني محضر، وأنه يحسك بأنه هو مسؤول على ما يقول. ما يقدرش. ما عمرنا حنايا حسينا بأن بصح شي نهار جا شي واحد وقالنا أننا نقدر نتحمل مسؤولية وأنا ندير معكم محضر ونمشي معكم أبعد من هذا، أنكم أنتم لكم الحق. كاين حاجة واحدة، هو عندهم واحد الحاجة في القلب ديالهم، يعني حنايا كنحسوا يعني بهذا اي واحد اللي تيتلقانا مسؤول ولا مسؤول كيقول لك انتم بصح خصكم، بصح انتم لكم احتياج، بصح انتم خصنا نديروا معكم بزاف الخدمة، ولكن هذاك الشيء اللي كيحسوا هما عندهم داك الشيء في القلب، أما في العمل أما في الواقع شيء آخر. في العمل شيء آخر، أما في القلب يعني يجلس معك تقول هذا يعني بصح غدا ولا بعده سيفاجئك بقرار أن المعاقين في المدينة سنخصص لهم يعني هذه وهذه 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 وهذه، وحنا رحنا بصح يعني مقصرين في الحق ديال هاد الناس هادو. ما كايناش. سي عبد اللطيف، عندي هنايا واحد الوثيقه كتدل على الطلبات ديالكم اللي كنتوا وجهتوها للسلطات، ما كانش عندكم بالجمعيه، واخا نسردها عليك. كاين القطاع العمومي، كاين استفاده الجمعيه من البقع الارضيه، كاين استفاده الجمعيه من بقع الارضيه. نعم، بقع ارضيه، لان حنا ما عندناش
غير واحد معقد او لا واحد شخص في وضعيه اعاقه اللي هو عنده مشكل. وحنا كنطلبوا لان حنايا انا الهدف ديالنا ماشي الهدف ديالنا هو ان يعني بصح نسميتو لهاد الناس هادو واحد النسبه من هذا الحق، من واحد شويه من البصيص، واحد البصيص انه بصح يحس بانه عنده واحد شويه ديال الكرامه الحق. نعم سي أبو لطيف، نعم كنشكروك على هاد الكلمه هذه.